نبقى دائما في إسبانيا، حيث نقرأ في صحيفة سبورت الكتالونية تقرير الحكم يهدد مشاركة نيمار في الكلاسيكو. الصحيفة عادت للخسارة التي تعرض لها النادي الكتالوني أمام مضيفه ملقا بثنائية نظيفة، وأضافت أن البارسا لم يخسر فقط المباراة بل خسر نجمه البرازيلي نيمار الذي طرد في هذه المواجهة، وقد يغيب أيضا عن الكلاسيكو بعد الحركات التي قام بها تجاه الحكم وهو يغادر أرضية الميدان، حيث صفق نيمار على الحكم الرابع. في صحيفة دير شبيغل الألمانية نقرأ العنوان التالي: البايرن على أعتاب اللقب الخامس على التوالي. الصحيفة عادت لمباراة القمة التي جمعت المتصدرة بايرن ميونخ وضيف بروسيا دورتموند، وركزت على الفوز العريض الذي حققه زملاء الهداف ليفاندوفسكي والذي قربهم أكثر من حراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي. وأضافت الصحيفة أن النادي البافاري تجاوز سريعا الخسارة الأخيرة أمام مضيف هوفنهايم، محققا انتصارا جديدا على ميدانه وأمام جماهيره.